تروج بعض الأخبار أن نجم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي وهداف البطولة الاحترافية المغربية إنوي الحسين رحيمي قد تعاقد مع فريق العين الإماراتي ل5 مواسم. هل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي سيستفيد من انتقال الحسين رحيمي للدوري الإماراتي؟ وحسب نفس الأخبار إليكم التفاصيل. اللي كاين هو من بعد هذاك الضغط اللي وقع بان وكيل اللاعب نقولها ديريكت وكيل اللاعب كما هو السي كريم دقيق اللي هو فمن بعد منها كذلك طلبوا من فريق العين الاماراتي بان خص يكون هناك تعويض فريق الرجاء الرياضي ولو على سبيل التضامن، لان اللاعب عنده علاقه تقريبا عائليه مع الرجاء، علاقه بالاب ديالو، الاخ ديالو خدام في الرجاء دابا صالاري في الرجاء ديالو امين وباه روتريتي ديال الرجاء، الروتريت ديالو في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي كان عن طريق فريق الرجاء الرياضي سنوات يخدم ويستحق ذلك انه يخدم، وكذلك الاخ ديالو ذاك القيمه اللي دارتها له الكرويه من بعد الاشتغال ديالو من بعد الله جاتو مع فريق الرجاء الرياضي، فالاتجاه غادي في هذا النسق. اللاعب وقع 5 سنوات ماشي 4 5 ويوقع كمقيم لان السن ديالو مازال يسمح بذلك، انه مواليد 2002 وهذا السن كيوقعوا كمقيم بالامارات حاليا باش ما كيتحسبش كلاعب اجنبي. من المحتمل على حسب الشوفه ديال المدرب العين الاماراتي الجديد واش غيديه كاس العالم او لا غيمشي لاحد الفرق اللي عند العين الاماراتي شراكه معها بالامارات، يعني معار على حسب المدرب والحاجه ديالو، لان لاباكوجو مازالوا في العقد ديالو سنه موسم اخر. الاتجاه هو هذا، وكنظن باللي غادي فيه بصفه كبيره بحكم بان المسؤولين العين ما باغيش اللعاب يجي عندهم مضغوط نفسيا، ما غادي يستافدوا. كيبقى شنو هو القدر المالي اللي غيقدر يكون به التضامن مع فريق الرجاء الرياضي. هذا هو اللي كاين بالنسبه للقضيه ديال السي حسين الرحيمي لاعب العين. كيبقى خصو يمشي باش يوثق التفاصيل ديالو ويدير الباسبور سبورتيف عندها علاقه بالعين الاماراتي. حسين الرحيمي لاعب ديال فريق العين الاماراتي، طريقه الخروج ديالو كيفاش خصو يمشي هو الانفراج ديالو الوكيل يفضلون انها ما تكونش بلا غلط، تكون بطريقه احسن وبسلاسه. نتمنى للحسين رحيمي ان يتالق في الدوري الاماراتي رفقه العين كما تالق اخوه سفيان رحيمي.